صينية باذنجان بصوص البندورة زي ما انتم شايفين، واللحمة يا الله شوفوا لي من الجمال هذا. كيلة لحم عجل مفرومة، من كل شي بحط شوي شوي، ثومة، بابريكا، كاري، 7 بهارات، فلفل أسود، وبهار كفتة، رأس بصل، وفلفل ملونة، وملح. طبعا قطعناهن تقطيع صغير نخلطهن مع بعض. طبعا قليت 3 حبات باذنجان، بنعرف بنقطعهن بالطول، بنرش عليهن ملح 10 دقايق، بعدين بنغسلهن وبنقلاهن. طيب الموضوع كالآتي، بنسوي بالشكل هذا، بتلفوا الباذنجان عليه عبال ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. بتصفطوهن في أي قالب، طبعا بيدخل الفرن على مقاسهن يكون. زادت عندي شوية لحمة أو كفتة حطيتها تحت. 4 حبات بندورة بقسمهن بالشكل هذا، بحط كذي بين كل وحدة ووحدة. برضو شوية فليفلة، فلفل حار، شوية زبدة، وبدنا نسوي الصوص اللي بدنا نحطه فوق. ملعقتين معجون طماطم، بنزل في مية حامية، ما ودنا ياهن يطبخن، بس يذوبن معنا وخلص. بسم الله. طبعا بنفوتها على فرن شغال مسبقا على درجة حرارة 200، مروحة من فوق ومن تحت. أول نص ساعة بغطيها، بعدين نص ساعة ثانية بفتح عليها، يعني إجمالي ساعة بتاخذ. بسم الله. طعم جنوني أو قنبلة في الطعمات.